قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. عودة إليكم من جديد إلى تفاصيل الحصاد ودائما في شأن دولي وإلى تونس التي تعتمد على عائدات السياحة كمصدر هام لاقتصادها الوطني، إلا أن مظاهر موسم سياحي سلبي وكارثي بدأت في ظهور تزامنا وقرب بداية موسم الاصطياف. كريم معليلوش أعد التالي. في جزيرة جربة السياحية جنوب شرق تونس بقيت كراسي اعتاد السياح التشمس عليها فارغة قرب مسبح لفندق من فئة 4 نجوم. على الرغم من دفء الطقس، السياح الأجانب لم يظهر لهم أثر بعد، وضع أدى بمهنيي السياحة في تونس إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من موسم سياحي كارثي، فانعكاسات هجمات متحف باردو بدأت في الظهور. On a commencé à recruter du personnel. On a commencé aussi de faire des investissements. Et juste après l'attentat, on a eu de résiliation de contrat. بالنسبة لتونس هي رهانات حيوية. السياحة تمثل 7% من عائدات الدخل الوطني وتشغل قرابة 400 ألف شخص. فمنذ 3 أسابيع قامت السلطات بإطلاق حملة إشهارية عالمية لضمان قدوم السياح إلى تونس، لكن لممتهني هذا القطاع رأي آخر. السيزون توريستيك نحسوا اللي كانوا فما شويه روتار في السيزون توريستيك، ما عادش كما قبل معناها العاده ماك تعرف ماد مارس معناها تبدا تتحرك هكا سيزون، سنة فما شويه روتار في سيزون. في الربع الأول من عام 2015 وقبل الهجوم على متحف باردو لم تكن هناك مؤشرات على موسم سياحي واعد في تونس. أمل أن تقتصر الخسائر المالية للسياحة التونسية في 2015 على تراجع بنسبة 5% في العائدات مقارنة بسنة 2014. هذا سيعطينا الأمل بالخير للسنوات القادمة. أعتقد أنه لا يجب علينا الحديث عن هذه السنة أو سنة 2016، بل عن استراتيجية لتجاوز الأزمة. أزيد من 4 سنوات عن سقوط نظام بن علي لم يتم بعد وضع قطاع السياحة بتونس على السكة التي كان عليها سنة 2010، فمن سينجح في هذه المهمة؟ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.